إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، والله المستعان. هذا إعلامي، وانظروا ماذا يقول هذا الإعلامي. لي مواقف، يقول لي واحد من مشاهير التواصل الاجتماعي راح هناك غزة ورجع من المجموعة اللي دخلت غزة، وصار يسولف بين المحيط ماله أن وصلت الأمور، يعني الناس محتاجة لدرجة أن انتشرت، يعني ما أدري صراحة، هذا على كلامه هو، أن انتشرت الدعارة. ونقول لهم ليش أنت يعني تمارسين البغاء والدعارة وكذا؟ فتقول له يعني شو أسوي؟ ماني لاقي آكل، أبي أوكل عيالي، أبي آكل أنا، أبي كذا لقمة عيش. سمعتم، شاهدتم ماذا يقول هذا الإعلامي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمعوا من يؤيد هذا الإعلامي، ومن يقف بجانبه، ومن يقف بصفه. انظروا ماذا يقول القصير عن هذا الإعلامي. ما صدر من الأخ الكريم مشعل النامي، فقال انتشرت الدعارة في غزة إلا قاموا عليه كما يقال قومة رجل واحد. وأنا كما أنهم يناشدون وزير الداخلية، أنا أرجو أن يتفهم الموضوع وأن لا يعطى أكبر من حجمه، وإنما هذا أخطأ زل بها. ربما يبلغ الأمر الآن أن يستدعى الأخ مشعل وأن يحاكم وأن ترفع فيه قضايا وربما يصدر فيه حكم، وهذا كله تعدي. فإن أخطأ باجتهاده فنقول الله يغفر له على ذلك. طبعا الأخ مشعل اجتهد وظن أن هذا لا بأس به، وكل إنسان يخطئ، لا سيما أنه يسجل كثيرا ويتكلم كثيرا، ومواقفه كثيرة جيدة ومستقيمة وسديدة. يقول الأخ الكريم وزلت لسان ويعتذر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرف والعفة والكرامة لا شيء عند هؤلاء الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا سالم القصير، لو قال في أمك أنها داعرة أو زانية أو كذا لما قبلت، لكن لنساء غزة العفيفات الشريفات الطاهرات أخ كريم وزله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تبارك وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فساق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا السبع الموبقات. اتقوا السبع الموبقات. موبقات أي مهلكات. قلنا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات الغافلات. هذه من المهلكات، من الموبقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يقول الأخ الكريم: فيا بنت غزة، أنت العزة، أنت العفة، أنت الكرامة، أنت الشرف. يا بنت غزة، أنت الطهارة، أنت الكرامة، أنت الشريفة، أنت المصونة، أنت العفيفة. يا بنت الشهيد، يا أخت الشهيد، يا أم الشهيد، لا عليك. ظهر أهل النفاق ما أكثرهم في هذا الزمان. رجالكم ليسوا بشهداء، رجالكم مختبئين مثل الجرذان في الأنفاق، وأنتن عند هؤلاء الناس
ماهرات فاجرات، يقول تبيع شرفها من أجل أن تأكل، لا حول ولا قوة إلا من أجل أن تعطم صغارها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، والله أف لكم، بل أف وتف عليكما. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا أقول؟ حتى العرض لم يسلم منكم. الشرف غالي، الكرامة غالية، ولكن لنساء غزة أخ كريم وزلة لسان. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا أقول؟ السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.